اعترف واقر ان انا غبت فترة طويلة عن تنزيل المحتوى بالنسبة لليوتيوب كده. انا غبت ياما وكده لان صاحب القناة والشغل عليها والكلام دوت وكمان لسه جديدة. هو كده ما ينفعش، هو ما ينفعش يغيب عليها اصلا خالص باللي انا بعمله دوت. ده ما ينفعش خالص لان ده بيأثر عليها بالسلب. فبصراحة اول حاجة سبب ان انا ما بنزلش ان انا الحمد لله يعني التليفون جاب شاشة، ودي تاني مرة يجيب فيها شاشة. يعني كنت لسه عامله له من قريب. عارفين بقى اللي هو انا لسه ملحقتش اتهنى بيه كام شهر كده، ما فوتش شهرين ولا حاجة، وبرضو عمل شاشة تانية، جاب شاشة تاني. وانا عايزه اقول لكم ان الكلام ده لو اتكرر مره تالتة انا الحمد لله كده يعني كل سنه وانا طيبه ماليش تصليح تليفونات تاني. فالحمد لله ان هي جت على قد كده، ما جاتش في حاجه تانية يعني، جت فيه بقى. ودي كانت اول حاجه. تاني حاجه بقى يعني انا عايزه اقول لكم ان الفيديو دوت انا مش مصوراه جديد، الفيديو ده كان متصور يوم ما التليفون راح. خلاص التليفون اتصلح وجالي. انا حتى يعني مش قادره انزل حاجه ولا قادره، يعني خلاص المفروض ان هو واقف على التسجيل وهنزله. عايزه اقول لكم والله النفسيه مش انا لوحدي، يعني انا عارفه ان انا مش انا لوحدي، كلنا كده بسبب الاحوال اللي حوالينا واللي احنا بنشوفه. احنا غصب عننا والله يعني. لو حد بيطلع فده عشان شغله فدي عشان قناته، لكن احنا لا مبسوطين ولا راضيين على اللي بيحصل. واحنا مش بايدينا غير الدعاء ليهم، ربنا يعيني يعني الاطفال اللي بتفقد اهاليها والاهالي اللي بتسيب اطفال يا عيني مش عارفين مصيرهم ايه. يعني ربنا والله ينصرهم ويكون معاهم ويرحم شهدائهم. عايزه اقول لكم ان انا يعني انا من بعد ما جت تليفون الاول كنت على طول على اليوتيوب ومتابعه وكده. بعد كده بقيت خلاص لما التليفون راح عني ما بقيتش اعرف اي اخبار ولا اي احداث. بس لما رجع بقى التليفون تاني انا ما فتحتش حاجه بسبب انا قلبي كان بيوجعني ازاي. انا ما فتحتش حاجه ولا تابعت حاجه ولا اعرف اي حاجه عن اللي بيحصل. بس ان انا اللي انا اعرفه ان مفيش حاجه تفرح. فانا كانت اكتر حاجة بتطمن قلبي الايام اللي فاتت ديت، واكتر حاجة بصبر بيها نفسي ان دول في الاخر شهداء، وان دول بجد يا بختهم يا بختهم لان هم في الاخر شهداء وفي الجنة وربنا يجمعنا بيهم يا رب. فقلت لا خلاص ما بديهاش بقى اقوم اسجل كده كده الفيديو متصور. لان انا بسبب غيبتي دي هو بالفعل حصل وقناتي اتأثرت بالسلب فعلا ومشاهدات خلاص وقفت وبتبتدي بقى ايه في النازل. ويلا ندخل بقى على روتيننا النهارده. انا عايزه اقول لكم انا بسميه هدوء ما قبل العاصفه. العاصفة اللي جاية هي روتينات بقى الشتاء القوية، والروتين اللي هو النظافة بقى وريحة النظافة كده هتطلع وتفحفح كده نتشجع كده مع بعض ونستعد للشتاء. المفروض ان انا كنت ينزل بدري بس يلا يعني قدر الله ما شاء فعل. فهنشوف مع بعض المشتريات اللي احنا جبناها وهنعمل الترابيزة اللي غسلناها والكرسي في فيديو فات. نشوف هندهنوها بقى ازاي النهاردة. واستعدوا كده لكام حاجة قبل بقى ما ندخل على التقيل. فقبل ما ندخل على الروتين دي مشتريات كنت جايباها حاجات شتوي الأصيل، يعني حاجتين كده بصراحة عجبوني جدا. يعني هي الشتوي لسه عندها، لما نطلعه الشتوي اللي تحت السرير هنشوفه عندها قد ايه. يعني الهدوم اللي هي ممكن تحت السرير اللي بتشيلها لسه في الشتوي في حاجات يعني ممكن كتير ما تجيش على مقاسها لان هي بتاعت الشتا اللي فات، ففي حاجات كانت من ضمنهم كبيره. فهنطلع لسه ونشوف. جبت لها بقى سلوبيت القمر ده جميل قوي عجبني بجد بطريقه جميله. كان سعره 85. هيدفيها جدا. عايزه اقول لكم هي لما لبسته الانشكاح والفرحه والزقططه اللي كانت فيها ما تتوصف. شايفين الفرحة؟ شايفين انا والله كنت فرحانة قوي ان هو جه حلو عليها وكده، وهي اول ما لبسته بصوا اشتغلت بقى.
بصوا البيجامه ديت هي لونها مش عارفه قلب على عنابي ليه كده، بس هي كانت لونها موف، مش موف قوي يعني، موف ممكن مدي على اللون دوت. ديت كانت ب110. برضو بصوا ده الاول اللي في ايدي. ده اللي احنا هندهن بيه هندهن بيه الخشب اللميع اللي انا كنت قايله لكم عليه في الفيديو اللي احنا غسلنا فيه الترابيزه. جايبينه بقى للترابيزه زي ما قلت لكم، مش هعيده تاني هنا، علشان يعني يحمي الترابيزه وكل الكلام اللي انا قلته لكم دوت. هتشوفوه معانا، ممكن اقول لكم عليه واحنا بندهنوها كده. ده هو كان معاه اكل العصافير، كانوا هما الاتنين ب50 تقريبا كان ب30، عشان اكل العصافير كان ب50، عشان فاكره ان كانوا الاتنين في الكيس دوت، كان قايلين لي ب50 يعني. ودي بقى اللي انا كنت بدور عليها، اللي كنت كذا فيديو بقول لكم عليها، اللي هي بتاعه العربيات. انا مش عارفه اسمها، حتى بعد ما جبتها مش عارفه اسمها. انا كنت بروح اقول لهم اللي هي شبه الرياشه بس بتاعه العربيات، اللي هي بتنظف التراب. جايباها برضو لان انا الرياشه هوريها لكم في اول روتين للشتاء. الرياشه انا عندي لما بعمل بيها السلك بتاع البلكونه بلاقي السلك فيه ريش، فاتعقدت منها بسبب الموضوع ده. فجاء في بالي ديت كده مره، جت في بالي. بصوا معموله على الورقه، يعني انا هعملها كده مثلا. طبعا سيبكم من كل ده، انا مش هقرا لكم كل اللي على الكيس ده لان انا ثقافتي يوناني. فايه اللي لفت بالي ان هي، بصوا الرسمه اللي هم عاملينها، هل انا هنضف بيها كده، اقعد امسكها كده؟ وانا ممكن لا ما لفهاش كده لا انا ممكن انضف بيها كده لو مثلا عايزه الفها بايد واحده، لان انا استحاله اعمل كده بالايدين زي الرسمه، فزي المروحية كده يعني. فبصراحة بصوا بتفكرني بشعر الصينيين، معرفش ليه. بس دي كانت ب25. البيجامة بقى اللي انا بقول لكم عليها ديت كانت ب110. كنت نفسي اجيب منها لون تاني، بس ده كان اخر لون عندها وكانت اخر قطعة عندها. عجبتني بصراحة، لان انا ما لقيتش زيها في بره يعني، في بيتي. زي هي كانت بتقولي ان هي محل جملة، انا معرفش، انا اول مرة اروح في المكان دوت. بس بعدين بقيت الاقي الخامة مش اللي هي الحلوة، في خامات كده فرو ووبر، بس تحسوها اللي هو مصانع اي كلام كده. تحسوها ان هو شغل لا اقل في شغل في القطيفة والوبر بيبقى اقل وبعدين اعلى، فاهمين؟ عايزه اقول لكم انا سبتها ومشيت على اساس بقى ان هي كانت اخر واحده، وانا كنت حابه الوان تانية، وكنتش حابه اللون ده اصلا. سبتها ورحت اماكن تانية، قعدت ادور لقيت خامات اقل واسعار اعلى والوان اوحش. يعني سيبك من الالوان، الخامه لا، عرفت بقى. رجعت لها على طول، والله رجعت لها على طول. لا جميل والله، هو فعلا حلو يعني، مش وحش. وبرغم ان هي اخر واحده بس حلوه حلوه على اللي انا شفته بره بصراحه. وسعرها جميل. علقتهم بقى، شلتهم خالص. وبالنسبه للانتريه، انا كنت قايله لكم قبل كده في اوائل الفيديوهات دي ان انا شاريه قماش انتريه، وهوريها لكم. انا ممكن اوريها لكم في فيديو كده. الفيديو الجاي هيبقى فيديو مشتريات، هحطه لكم وهقول لكم بقى على الاسعار بالمره. وبمناسبة بقى الاسعار والمشتريات، انا عايزة اعمل جولة كده، يعني يا اما في كارفور يا اما في فتح الله. اعملها لكم كده بالمشتريات، وان شاء الله في عيد ميلاده هنزل برضو اصور لكم، اعمل جولة. بفكر بصراحة يعني، لسه مخدتش القرار اعمل كده ولا لا. وايه اكتر حاجة يعني حابين ان انا اصور فيها؟ اكلات، ادوات، آم، منظفات مثلا. ايه اكتر حاجة عايزين اسعارها؟ وايه اكتر حاجة عايزينها كزيون، ولا اسمه ايه ده، ولا فتح الله، كارفور قصدي، ولا فتح الله. يلا بقى ندخل على الدهان. هندهن الترابيزه والكرسي. بصوا هو المفروض ان هو بيدهن بقماش، بس انا افتكرت ان انا عندي وايبس، يعني ما عنديش قماش، ما عنديش قماشة قديمة هطلع الوايبس وينشف. فافتكرت بقى ان المناديل دي كنت متجوزة بيها ونشفت معايا، سبتها الغطا اتقفل فنشفت. انا كنت كده كده هطلعها وتنشف. افتكرت بقى ان في ناشف عندي، فرحت جبت. عايزه اقول لكم لو عندكم اي حاجه في البيت عايزين تحافظوا عليها وتلمعوها وتحافظوا عليها بقى من ميه، من تنظيف، من اي حاجه، اعملوا الخطوه دي معايا. هو بيدي طبقه كده لمع
لمعايه للخشب. هو مكتوب عليه الخشب والارضيات، فانا الخشب فهمته، الارضيات بقى هو يعني هو حلو، هو عازل، تحسوه عازل للميه. ممكن على الارض، انا مش عارفه موضوع الارضيات دوت يعني، ما شفتوش، مش حاسه نفسي ان انا شفته ولا جربته ولا اي حاجه. انا اصلا اول مره اعمل التجربه زي كده، اللي هو ادهن بقى بنفسي واعمل الحركات دي. بصوا بقى، عايزه اقول لكم لما تيجي تعملوا البسوا جوانتي. انا كنت هدخل البس جوانتي بس قلت لا بلاش، علشان الجوانتي خفيف ما يقعدش يلزق ويضايقني وانا باخد يعني الحاجه. فالمهم بعدين بقى بصراحه بيبهدل الايد، وكل ما بتغسليه اللي هو ما بيطلعش بالصابونه وبيطلع بالغاز، ليه حوارات يعني كده. فقلت يا ريتني كنت لبست اللي هو الجوانتي اللي هو بتاع المطبخ. بعد ما خلصت افتكرت، لان جوانتي المطبخ تقيل مش غير الجوانتي بتاع الطب دوت. فقلت يا ريت، قلت ماشي مش كده، بس عادي ما غابش يعني معايا. بس بقيت بلاحظ بعد ما اغسل ايديا يعني بيطلع منها، مش في الغسيل، ومش لما ينشف اجي اطلعه بحس ان هو صعب. يعني بحس ان هو بيبقى سهل وايدي كده مبلولة اعمل فيه يطلع، بس برضو يعني لا لزق وغلس يعني. طبعا زي ما قلت لكم ان انا اول مره اعمل تجربه زي كده، فبقيت ما عنديش خبره قوي، بقيت بدهن بطريقه عشوائيه كده. ده غلط، ده بيخلي الدهان في الاخر لما ينشف ممكن تلاقي تلاقوهوش متساوي كده. بس هنا بقى مش باين قوي يعني غير لو حد دقق خالص، بس برضو حلو. شايفين بقى اللمعه؟ بجد بجد انا اهو اسبوع انا بسجل لكم بعد اسبوع. لا، انا اشجعكم ان انتوا تعملوا الحركه ديت لو عندكم اي حاجه، ظهر سرير بقى، حاجه خشب، كرسي خشب، بالذات بقى لو حاجه خشب في المطبخ، لان بتيجي عليها ميه، معرضه ان هي تيجي عليها ميه، معرضه ان هي تيجي تشرب ميه، تشرب الحاجات اللي بتبقى في بخار مش عارفه ايه. فانا بشجعكم وبشده ان انتوا تعملوا التجربه دي، انا مبسوطه بيها فعلا. وبرده هنا بعمل معاكم الكرسي ده لما وريته لكم وهو بيتغسل كان متشقق من تحت، عشان انا سبته في البلكونه وجا عليه ميه فتشقق. فالحركه دي لو انا عملتها وهو جديد ما كانش هيتشقق من ميه، ما كانش هيتشقق، بتهيألي كده يعني. فبرضو بعد ما انشقق لو عملته كده مش يعني هيحافظ لي عليه، هيحافظ لي على اللي باقي منه، ان هو لو جه عليه ميه برضو يبقى في حاجه عازله كده ان هو ما يدخلش الميه جواه، لان ده على طول بيبقى في المطبخ عندي علشان سلم وكده. عايزه اقول لكم ايه كمان. اه هنا دوت بيتحط عليه لون، يعني لو انت عايزاه يدي مع اللمعة اللون، بتحطي يعني اللي انا اعرفه بيتحط عليه لون يتحط عليه لون يتقل لونه. بس انا هنا عايزاه لمعة، بس انا عايزة لون الخشب ده ومجرد بس ان هو يديلي لمعة، فما حطيناش عليه لون ولا حاجه. طبعا انتوا تحسوا هنا ان انتوا حاسين بفرق، انا حاسه بالفرق ده اكتر من غير الكاميرا. بس انا بفكر ان انا اعمل له بقى ايه، يعني هو نشف كده اعمل له مره كمان للكرسي بالذات، لان هو اتهلك من تحت كده من هنا زي ما قلت لكم مكان الشمس وكده. فعايزه اعمل له، انا كده كده فاضل عندي، عايزه اعمل له طبقه كمان يبقى قوي، لان برضه هيتهلك غير الترابيزه، هيتهلك جوه في المطبخ غير الترابيزه. بصوا بقى ده كان عدى عليه ساعه ونشف. هو بينشف بسرعه بس بيلزق كده ايه، بعد ساعتين ولا حاجه تلاقيه بيلزق. لكن بقى يعني دلوقتي خلاص ناشف وفيه اللمعه، مش اللي هو ينشف واللمعه تروح، لا ناشف وفيه اللمعه. فانبسطت بصراحه، حاسه نفسي ان انا عملت انجاز فيه. وانا هنا مش هكتفي بقى بالكرسي ان انا اعمله من فوق وخلاص، لا انا هعمل برضو السلالم بتاعته. انا لا انا فعلا انا عايزه اعمله مره تانية، يعني انا عايزه اعمله اديله طبقه تانية تقويه اكتر، لان دوت عايزاه يستحمل معايا بقى، عايزاه يستحمل معايا الهلكه. فدي بقى زي ما انا قلت لكم ان انا كام حاجه نعملوها قبل ما ندخل على روتينات الشتاء. انا كده خلاص جبت الحاجه اللي انا كنت عايزه اجيبها وجبنا. هنبتدي بقى بالبلكونه وندخلوا بقى على جوه، بس انا عايزه ابتدي بالبلكونه الساعه 6 الصبح، عايزه في يوم كده اصحى فيه الساعه 6 الصبح
وابتدي بيها علشان انا لان البلكونه ملهاش صرف، الميه هتنزل. انا عايزه اسيق بالخشب بكله، انا هغسل الخشب فعلا بتاع البلكونه ده، وعايز يتاخد كده بالفاره علشان هو مش بيقفل. فانا هعمله الاول بالميه عشان لو الخشب لما بيشرب ميه بيزيد شويه ما بيقفلش، هعمله الاول، هغسله الاول وبعدين نعمله بالفاره ده علشان خلاص بقى يبقى بعدها ما يجيلوش ميه تاني، لان هو فعلا عايز يتغسل مطرب بطريقه غبيه، وانا مش عايزه انفضه ولا عايزه اعمل فيه اي حاجه. اقول لا لما اعمل الروتين، لا لما اصور الروتين. فايه هنعملوها كده ان شاء الله الصبح بدري علشان المية اللي هتنزل في الشارع تلحق تنشف كده. وهنا كنت بقالي فترة بقى حلوة كده ما عقمتش الببرونة بتاعت اسيل اللي هي المفروض في كل رضعة بتتعقم. عايزة اقول لكم لو بيبي، انا الاول والله كنت كل رضعة لازم تتعقم ليها. لو بيبي بقى اول شهور ولا حاجة عقمها له كل رضعة، او على الاقل على الاقل كل يوم مرة. فالغطا كمان الابيض اللي بيقفل عليها ده مكان القفل يعني من جوه، لما بتغيب بتصفر كده مكان اللبن، لو غابت بتصفر والريحة تبتدي تتغير. والتتينة هنا او الجلدة ديت انا مش بحطها، يعني ما ينفعش تتغلى فيها. الصيدلي قال لي لما اول مرة كنت بجيبها كنت بحطها واغليها واعقمها وهي جديدة يعني. فسألت الصيدلي قال لي لا ما تعقموها، ما تحطهاش في ميه مغليه. فقلت بعد ما بطفي كده احطها تاخد تعقيمه كده بالميه السخنه يعني، واشيلها تاني. وانا بوريكم المشتريات في اول الفيديو نسيت احط الفيديو دوت، بس هو مش مشتريات يعني، هي ما تعتبرش ان هي مشتريات لان انا مش شارياها، هي يا جماعه مش بفلوس. قلت اقول لكم عليها. هي حاجة مش بفلوس لكن قيمتها غالية جدا بمناسبة الشتاء اللي احنا داخلين عليه ده. هي حاجة هتدفلنا البيت قوي قوي قوي. وهتعرفوا ان انا لما هتعرفوا من الفيديو بقى يعني بعد الفيديو اللي جاي ده، لان الفيديو الجاي مشتريات بعديه على طول هتعرفوا هنستخدمها في ايه وهتدفي البيت في ايه. بصوا هي دي ممكن تجيبوها من اي، مش بتتباع ده هما بالعكس بيرموها. من اي ايه يا ربي. يعني دي احنا جايبينها من بتاع المصنع اللي هو الالمونيا اللي بيعمل الالمونيا اللي هي الفويل. دي بتجيلهم كده في صناديق مغلفين بيها المادة بتاعة الفويل. ومن نفس الفيديو ده برضو هوريكم حاجة منها، هي ماما عاملاها الاسيل مخيطاه الاسيل. بصوا بقى هنا الترابيزه بوريها لكم، ده كان تاني يوم. بصوا اللمعه هي كده نشفت، بصوا اللمعه يعني بجد كانت تجربه حلوه قوي، مبسوطه بيها جدا. فبشجعكم والله لو عندكم حاجه حتى جديده الحقوها كده، قديمه عادي برضو تطولوا في عمرها شويه وتحافظوا عليها. شايفين اللمعه، شايفين اللمعه اللي من تحت دي؟ لا جميله بصراحه. بس الكرسي زي ما قلت لكم هعمله تاني. وادي الكرسي اهو، يعني ما شاء الله شايفين برضو اللمعة هنا. بس هنشيله بقى مع بعض الملاية هنا. عايزة اقول لكم ان الفيديو دوت كان فيه مفروض غسيل مواعين ومش عارفه ايه، بس انا شلتهم علشان الفيديو ما يطولش. الملاية دي شايفين الكسر اللي فيها دي كانت مكوية، هي متبهدلة بعيد عن الكاميرا اكتر من كده. كانت مكوية، انا يعني فرشها كانت جديدة، دي اول فرشة يعتبر ليها. طبعا اتكسرت واتبهدلت، فانا هغسلها وهنرجع برضو نكوها تاني، بما ان يعني ان هي جديدة وكده، فحابة احافظ على الحاجة من وهي ايه لسه في بدايتها يعني. كنت بقول كل ما بفرش ملاية اقول اهتم بيها لحد ما بتبقى دمار، فدي من بدايتها فايه ننتظم وكده. دي طبعا كنت جايباها قماش، كنا جايبينها قماش يعني. وماما مخيطاها لي طبعا. نسقنا اللونين دول على بعض اللي هو الساده والمشجر، وعملتها لي كده. كفر بقى المرتبه يا بنات، يعني بيشيل بلاوي من على المرتبه. انا عايزه اقول لكم بعد ما اسيل شرفت وانا بحس ان المرتبه انا يعني انا اتفاجئت ان فيها، هتشوفوها دلوقتي. دول الملايات
دي ملايات. برضو في ملايات ما فرشتهمش خالص، وفي ملايات فرشتهم منهم جاهزة جاهزة، وملايات احنا مفصلينها، ماما مفصلها لي. هفرش بقى، هاخد ملاية برضو عايزة تتبهدل ايه عايز يتظبط، بس هظبطه بقى لما نطلعه الشتوي. بصوا شايفين اهو، انا اتفاجئت شايفين الحاجة المبقعة الكبيرة دي، انا مش عارفة ايه هي. انا اتفاجئت ان تحسوا بقعة كده، معرفش جت منين، ويا ريتها بقعة في مكان معين، لا ده كل ده متبقع، كل ده متوسخ. فانا عايزه اغسلها، بس يعني الحاجه اللي انا مش يعني خايفه منها ان الاوضه ما بيدخلهاش شمس نهائي نهائي، فخايفه من كده بصراحه يعني. المهم هنغسل في هنا حبه غسيل هغسلهم. انا بمناسبه الغسيل قلت لكم قبل كده ان انا لو الغسيل حاسه ان هو فيه يعني متوسخ او فيه غوامق زياده مثلا، فانا ما بحبش بصراحه، بحب اغسلهم الاول غسله واصفي الميه ونحطه غسله تانية. جربت بقى اليوم ده ما كانش عندي دي الملاية اللي هنفرشوها. بقول لكم اللون ايه، اليوم دوت ما كانش عندي ربس وبودر يعني، فكان عندي كلوركس، كان عندي اكسجين، فحطيت كيس على حبة الغسيل دول. عايزة اقول لكم الريحة، انا ما بغسلهوش في الغسالة يعني على طول، بغسل بيه على ايدي، بغسل بيه هدوم اسيل كده. عايزة اقول لكم حطيت غسلة ديت بالاوكسي اللي هو الاسود دوت. عايزه اقول لكم البودر ما كانش بيثبت معايا كده، ثبتت في الهدوم، وحتى بعد ما الغسيل اتنشر واتشال الريحه ثابته فيه. لا عجبني بصراحه. انا عايزه بعد كده اغسل ما اجيبش البودر ديت. عايزه اقول لكم الكيسه المخده الكبيره دي مش بتاعه الطقم ده، بس انا ما لقيتهوش فقمت جايه حطيت ده بتاع حاجه تانية خالص. وفرشنا ملايتنا ورشينا برفنا. ما بعملش على فكره الحركه دي على طول، غير في عيد مثلا، او تكون الشقة كلها نظيفة. علشان من ساعة يعني بالذات يا جماعة الأطفال، لو حد عنده أطفال بلاش الروايح الياما، عشان بتبقى غلط عليهم، ومش كل البرفانات بتبقى فيها. على فكرة البرفانات الغالية المواد اللي هي بتبقى فيها دي مش بتضر اكتر من اللي هي ممكن تكون البرفانات العادية اللي احنا بنستخدموها الغالية الاوفر بقى. فكده يعني بتبقى غلط برضو على الحديث الولادة كمان، ما ينفعش خالص. تبقي حريصة قوي لو عندك بيبي لسه صغير ان انت ترشي حتى ريحه ليكي، حتى ما ينفعش نهائي، بتبقى غلط عليهم على نفسهم. وكمان عشان تتعرف عليكي، او البيبي ده بيبقى بيعرفك من الريحه بتاعه الام، اللي هم الحديث الولاده دول. فعشان يعرفك انت لو رشيتي يعني لو بقيتي معاه بالريحه هيعرفك بالريحه ان انت امه كده خلاص. فانت خليه يعرفك ويتعرف عليكي وكده. حبيت بقى اختم معاكم الفيديو بالمنظر الفكاهي دوت عايزه اقول لكم ضحكوني. انا الضيوف الحلوين دول الاول كانت بتجيلي واحده، بعد كده بقى يجيلي اتنين. الحمامتين دول او حمامتين تانيين ليهم قصه معايا، هحكيها لكم لان هي قصه كبيره حبه. هحكيها لكم في فيديو تاني. بس انا عايزه اقول لكم انا بوصل لكم رساله، حاجه زي كده بتفرح والله، وبتبقى ليكي حسنات كتير. لو عصفورة لو حمامة جاتلك. انا كنت الاول لما بيبقى يعني بحط لهم رز ناشف بقى، ولما ما بيبقاش عندي بحط لهم عيش ناشف يعني، والله مش بيقولوا لا بياكلوا وبيشربوا. لقيتهم حطيت لهم الزبدية ديت جم اتخانقوا بقى عليها ووقعت زي ما انتوا شفتوا كده. حطيت لها حاجة جامدة شوية بس هشيلها على طول بعد ما تشرب عشان ما تقعش على حد في الشارع يعني. لو لاحظتوا حاجة زي كده جات لكم والله انا بفرح قوي يعني. احط لها ميه، احط لها اكل ان شاء الله، حتى عيش ناشف من غير اي حاجه يعني، مش لازم هتجيبوا لهم اكل مخصوص. بتبقى الحاجه دي نفسها تشرب، تبقى عطشانه نفسها عايزه تاكل، وبتدعيلك في الاخر وبيبقى في ميزان حسناتك يعني.
عايزه اقول لكم ان انا اخدت اسئله افرجها عليهم، كل ما تيجي تشوفهم يجوا يطيروا تقوم جايه مفجوعه وتقعد تعيط، اللي هو اصلا مستغربه هو ايه دوت، مع انها اخده على العصافير وتقعد تزعق لهم جوه. بس مستغربه بقى، ولما اتخانقوا راحت خافت وقعدت تعيط برضو. شفتوا المقطع اللي انا كنت حاطه لكم في اول الفيديو، اللي فاكر النعناع اللي احنا كنا جايبينها ومصورينها في مشتريات قبل كده، كانت حلوه وورقها ياما ومزهزهه وجميله. دخلت مره البلكونه لقيت اوراقها مفيش. زعلت قلت ايه ده، النعناع بتموت، النعناع مش عارفه ايه، دي ملحقتش تقعد معايا. اتاري بقى، اتاري في كيوت بيجوا يسرقوني من بره وانا معرفش، والله احلى حرامية دول يا جماعة. فقفشتها بقى العصفورة وهي بتاكل. هما ما كانوش عصفورة واحدة، هما كانوا كام عصفورة كده، عصافير مع بعض. واول ما شافوني ان انا قفشتهم كام واحدة طاروا، والجامدين بقى اللي قلبهم جامد هما اللي فضلوا قعدوا ياكلوا. يعني حسيتهم، انا فرحت وزعلت في نفس الوقت ان هما برضو ده جوع كده. يعني انا اللي اعرفه ان العصافير ما بياكلوش باين الحاجات دي تقريبا كده، ولا بياكلوا ولا ايه. فحسيتهم ان انتوا من كتر جوعكم رايحين تاكلوا في الزرع. انا مش عارفه ليه الحمامه ما كانتش سايباه في حاله، وكانت معكننه عليه ليه كده. فالحمد لله هي سابته شويه، اخد فرصته شرب واكل، والحمد لله على كده. وبكده اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو بتاعنا. ولو كان عجبك الفيديو النهارده فما تنسيش اللايك القمر، علشان القناه ترجع كده تبتدي تشتغل واتشجع وانزل لكم بقيه الروتينات. واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.